السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناة بحييكم لكم من مليون تحية. يلا نصلي على النبي. كل من له نبي صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده، اللي انتم شايفينه ده مش كروم، كرنبيط. يلا نعمل كرنبيطة كده حلوة مع بعض، وبرده هنعمل طريقة حلوة اللي هي الطريقة البيتي خالص، وهنقلي مع بعض، وبرده هوريكم هنفرزه ازاي. انا بعمل كل حاجة مع بعضها كده منفصلة، ما عملتلكوش فيديو تفريزات. كل حاجة نعملها بطريقة وبنفرزها في آخر الفيديو زي ما عملته معاكم الكرنب. وعملنا البسلة، وهنا بقى بنعمل الكرنبيط. فأنا كان جالي كده كرنبيطتين، عملنا كرنبيطة أو يمكن نص كرنبيطة كمان كلناها أو اتغدينا بيها، وفرزنا الباقي. هوريكم دلوقتي أنا طبعا قطعت منها ورقها وطلعت القرص زي ما انتم شايفين كده، قرص الكرنبيط. هشيل الراس، بتقطعي الزهرات كده أو تسلقيه على بعضه سليم. هوريكم برضو تسلقي ازاي زهرات كده، كل زهرة مع بعضها، او سليم تسلقيه ازاي. طبعا حاطه في الحله ميه بتغلي، وعبال ما تغلي بقطع واجهز حاجتي. طبعا الجزء الاخير بتاع القرص دوت اللي هو انا سايباه ده، بيبقى بقى رفع او الزهره صغرت، فسبتها على بعضها زي ما انتم شايفين كده، لان طبعا الزهرات هتبقى صغننه، نعرف نقطعها قطع في الاخر. هوريكم بعد ما يتسلق. وطبعا التانية دي هسلقها لكم بحالها كده، هوريكم يتسلق بحالها ازاي. هنا المية بتغلي اهي، هحط ملح وهحط شعرة كمون، وممكن للي بيتفرز يعني تحطي شعرة سكر. كده هبدأ اعمل الزهرات. طبعا بتحط على قد الحلة، بحط العروق تحت كده بنفس الشكل كده، العروق من تحت، ولازم المية تبقى مغطية الكرنبيط زي ما انتم شايفين كده، لحد يا دوبك ما الاقي كده الشوكة او السكينة بتغلي بشيلها، يعني تكون لسه برضو ما استوتش، او ما تهريهاش في السليق. تمام، سواء سليمه او مش سليمه. طبعا الزهره دي كبيره، انا هقطعها 4. هوريكم دلوقتي بعد ما يتسلق هقطعها. وممكن بعد ما يتسلق كده تطلعيه في ميه ساقعه، او ميه من الحنفيه يعني، او تطلعيه في مصفى زي ما انا عامله كده، بحيث ان هو ما يتهريش مننا او ما يزيدش في السوا. طبعا انا بزود ميه ان هي الميه تبقى إيه طاغيه. هنا كده كده كان القرص اهوت، يعني بعد ما عملت الزهرات بوريكم القرص بقى حطيته ناحيه العروق، وبعدين قلبته من الناحيه التانية، او بوريكم ان الشوكه بتغرز، لكن ما يكونش طري واتهرى، لان لسه هيكمل سواه في القليه او في الطريقه اللي هتعملي بيها. هنا هنعمل التتبيله بتاعته. انا ضربت طماطم، حطيت حوالي 4 طماطمات كده. هحط توم وهحط شبت، عندك الشبت ممكن تبقى كزبره، ممكن شبت وكزبره مع بعض، انا حطيت شبت وكزبره وضربتهم في الكبه. يبقى توم وطماطم وشبت وكزبره، وهضربهم في الكبه. طبعا مكتره الكميات، ممكن تعمل طماطميه بس وفصين توم كده على قد الكرنبيط، بس انا هاخد من التتبيله دي هتبل بيها حاجه كمان، يعني تنفع برضو نتبل بيها طماطم، بتنجان مشوي، بتتبلي بيها حاجات حلوه، يعني دي تتبيله حلوه قوي. البتنجان المقلي، قلتي قرن فلفل كده وبتنجانتين تتبليهم بنفس التتبيله دي، بس بتزوديها طبعا ملح وكمون وكزبره وكده. طبعا كل ده هنحطه دلوقتي. خدت بقى حبة اهوت من الطماطم والثوم والكزبرة والشبت، هاخد حبة في طبق دي اللي هتبل بيها اللي هنعمله. وحطيت حوالي نصها برضو على الدقيق، لان احنا المفروض دي تتبيلة للدقيق، بس انا كترتها وخدت نصها. كده هحط بقى على الدقيق، وهبدأ ابخر الدقيق اللي هحط فيه الكرنبيط. وركنت الجزء اللي انا عنده ده زي ما انتم شايفين. هنحط بقى على الدقيق. حطيت بيضتين، ممكن تستغنى عن البيض على فكرة لو مش عايزة تحطي بيض، بس هقولك لو هتستغنى عن البيض تعملي بس خلينا في وصفتنا دلوقتي. حطيت معلقتين نشا، هحط معلقتين بقسماط، ودي شعرة بيكنج باودر، او كربونات صوديوم لو عندك، او الاتنين ماشي، بس تحطي نسبة صغيرة، حوالي نص معلقة ونص معلقة، او حاجة ممكن تغني معلقة مثلا. هنا الملح، وهحط بقى زي ما قلت لكم، حطيت معلقتين نشا معلقتين بقسماط. هنحط البهارات، هحط ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، وهحط بابريكا كمان. عايزه تحطي شعرة شطه حطي شعرة شطه، لو بتحبي مشطشط شويه. انا ما بحبش الحامي. هبدا اربه بقى بالربه ديت بميه، عايزه تعمليها برضو بلبن لا بأس، عايزه توفري ماشي. كده الربه بتاعتي انا عملتها، بس انا عملتها بميه. طب انتي لو هتستغني البيض، هتعملي نفس الربة، بس هتطلعي من الربة دي الكرنبيط تحطيه في دقيق كمان، يعني هيبقى معانا دقيق ناشف عليه برضو بهارات، وعليه معلقة نشا مثلا حسب الكمية، وتطلعي من الربة دي للدقيق. طيب انا ضفت بيض، يبقى هنستغنى بقى عن خطوة الدقيق ودي وخلاص. هنزل قطع
الكرنبيط في الربة دي وبعدين منها للزيت. طبعا انا برب فيه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. طبعا بيبقى قوام مش خفيف جدا ومش تقيل، يعني يمسك كده على على الكرنبيط. تمام تمام. انا جبت بقى الزهره اهو، زي ما بوريكم ان الزهرايه اللي احنا اهو. بصي هقطع معاكم واحده، قطعتها 4، قطعتها 4 بالطول اهو وبالعرض، بحيث تبقى حتت معايا كده، اعرف اللي يجي ياكل يلاقيها حلوه في الاكل. وهنزلها بقى في الربه. انا خدت طبعا الربه وجيت هنا جنب الزيت عشان تبقى قريبه عشان ما توقعليش. والزيت يكون زي ما انتم شايفين كده قدح كويس او سخن قوي يعني. وبرده الزيت يبقى مغطي الكرنبيط عشان يديكي الشكل اللي انت شايفاه. شوفي مسافه ما نزل خد كفر حلو كده. نبدا نقلبه لو يتقلب، يعني لو ينفع يتقلب تقلبيه. الزيت مغطي خلاص. بص بقى الجمال. نطلع بقى على مصفى او شبكه زي ما انتم شايفين كده. اي حاجه مقليه تطلع على شبكه او على مصفى، المهم تكون حاجه مخرمه، ما تبقاش ورق مناديل ده، ولا تشرب الزيت وهتطري. دي التتبيله اللي انا عملتها معاكم وخدت نصها، اللي هي الطماطم والثوم والكزبره والشبت. حطيت عليها بقى قطعت قرن فلفل، وهحط ملح وفلفل واسفه، ملح وكمون وكزبره، ملح وكمون وكزبره ناشفه، وهحط ليمون. ممكن تحط شعرة خل. طب التتبيله دي هنحطها في ايه؟ زي ما قلت لكم تتبلي بيها بتنجان، قرنين فلفل، بتنجان مقلي مشوي. انا هتبل طماطمتين كده ونحطهم جنب الكرنبيط مع الحاجه الحادقه. تمام؟ قولوا تمام. امال احنا يعني عاملين ايه التتبيله وعاينينها ليه؟ تقطعي الطماطميه بقى شرايح، تقطعها 4/4، تقطعي حتت صغننه زي ما انت عايزه. انا عملت حبه اشكال كده. ديت عملتها شرايح اهي، وحشيتها من التتبيله الحلوه اللي احنا عاملينها دي. ديت عملتها 4/4 كده، يعني عملتها على بيت زائد، عملت معايا 4/4. وحطيت التتبيله الجميله دي برضو بعد ما بخرناها بالملح والكمون والكزبره. وممكن برضو تحط لها شعره شطه، مش عايزه تحطيش ما تحطيش. هنا بقى دي عملتها شرايح وبرضو حطيتها في التتبيله. ممكن تقطعها قطع صغيره براحتك. ديت تتبيله تنفع لكل حاجه زي ما قلت لكم. تبلت بيها الطماطم عشان تبقى جنب الكرنبيط زي ما انتم شايفين كده. وحطيت لنا الكرنبيط ورشنا له كزبره مع الطماطم المتبله مع اللفت الاحمر بتاعي مع مجدوش الليمون. وكده كده الكرنبيط بتاعي. طيب احنا فاض عندنا كرنبيط مسلوق، حطيته في الكيس بقى وطلعت منه الهوا وعينته في الفريزر. وكده في تفريز الكرنبيط. يبقى تفريز الكرنبيط بتقطعيه وتسلقيه وتسيبيه يبرد وتحطيه في اكياس او في علب وتطلعي منها الهوا يا قلب اختك. وبعدين تقفليها وتحطيها في الفريزر بس بعد ما تبرد، وتطلعي الهوا كويس من الاكياس، او تحطيها في علب بلاستيك. كده حطيت الكميه، حطيتها سليمه عادي، حطيتها قطع عادي، بس اهم حاجه تطلعي الهوا زي ما انت شايفه كده. ما تبخليش عليا باللايك بقى. وده عمايل الكرنبيط وتفريزه. واوعي تنسي اللايك، واللي بيشوفني لاول مره يخش كده ويشترك في القناه. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.